المزيد مع الناشط الإعلامي من ريف درعا عامر الحوراني. إليك عامر. أهلا بك أخي الكريم وبكل مستمعين راديو ألوان. عامر، آخر التطورات لديكم ميدانيا في درعا وريفها، كيف هو الأمر؟ نعم أخي الكريم، طبعا ما هناك أجواء باردة جدا في محافظة درعا وريفها نتيجة العاصفة التي ضربت سوريا وأيضا محافظة درعا. أدى هذا طبعا لتساقط الثلوج في معظم مناطق المحافظة. في الريف الشرقي شوهد هطول لهذه الثلوج بشكل كثيف، وصل ارتفاع الثلج في بعض المناطق إلى 20 سنتيمتر وبعضها إلى 10 سنتيمتر. طبعا على الإحراق شهد تساقط الثلوج والمسيفرة والجيزة والغراية وبصر الشام والمناطق في المحيطة بهذه المناطق. أيضا في الريف الغربي شهد سقوط وهطول للأمطار وأيضا للثلوج في بعض المناطق في الريف الشمالي نعم. وأيضا الغربي. تهاطل الثلوج في المناطق كيف أثرت على الاشتباكات هناك؟ طبعا أخي الكريم، المعارك حاليا هادئة بسبب هذه الثلوج، لكن الجيش الحر ما يزال مرابط على الجبهات هناك، وطبعا يتصدى لأي محاولة قوات النظام. لكن حاليا طبعا الأمور هادئة بعض الشيء بسبب هذه العاصفة التي حلت على المحافظة. بالنسبة للتطورات الإنسانية أيضا أخي الكريم، طبعا الأهالي ما يزالوا يعانون من نقص المواد الحطب وأيضا المواد النفطية للتدفئة، وأيضا غلاء في أسعارها وغلاء كبير في الأسعار للحطب وأيضا المواد النفطية، أيضا مع قصف مستمر على بعض المناطق التي تشهد اشتباكات في الريف الشمالي الغربي. نعم، عامر الحوراني الناشط الإعلامي كنت معنا من ريف درعا، شكرا جزيلا لك.